أغلق باب غرفتك من فضلك وتعال اجلس أمامي على الطاولة، فاليوم ستدور بيننا الدوائر ويحكم الجريء بيننا. أجبني، هل أنت راض كفاية عن وضعك الحالي؟ راض عن سلوكك، عن درجاتك، عن صلاتك، عن وضعك المادي؟ هل أنت راض أن هذا هو موقعك في هذه الحياة وهذا جل ما ستصبح عليه؟ أمام الناس سأجيب بنعم، أما بيني وبين نفسي فلا والله، لا والله لست براض. إني أرى سفينتي تغرق ولا أحرك ساكنا، أريد أن أصل ولا أدري كيف. يؤسفني أن أقول لك أنه لا حلا سحري ولا زرا يحولك من حال إلى حال، لا يوجد هكذا شيء، ولكن طالما أنك دخلت إلى هذا الفيديو فأنت قطعت أول خطوة، ألا وهي النية والإرادة. سأختصر الكلام كله وأقول لك اختفي ل3 أشهر. هذه الأشهر ال3 ستكون قاعدة لشخص عظيم قد بدأ بشق طريقه. 3 أشهر صارمة حازمة جدية. انظر إلى حالنا، بالله عليك نضيع شهورا وسنين وما أنتجنا سوى أننا نرى الناجحين، فإما أن نقول حظا أو نعيش قبل نومنا بأحلام اليقظة. كفانا كذبا على أنفسنا، كفانا مجاملة، أصبحنا في القاع لا مفر منه سوى إلى قاع أخفض. كفانا لفا ودوران. انظر إلى آخر شهر، كم ذنبا اقترفت، كم نظر اختلست. آسف وسامحني، أنا أحبك وأحترمك، ولكن هذا الحال، هذا حال الأغلبية، فاعذرني على جرأة الحوار. انظر إلى نفسك، كم صلاة فوت، هذا إن كنت ملتزم بها. انظر إلى جيبك، كم به من المال، ولا تتحجج بصغر عمرك، فالمال أصبح أساسا في هذا الوقت. انظر إلى صحتك، هل هذا الشكل المثالي الذي تنظر إليه؟ انظر وانظر وانظر. هذه الأفكار لا نطرحها حتى مع أنفسنا، لأننا نخاف أن نواجه نفسنا وذنوبنا وتقصيرنا. هذا عمق كل الكلام. 3 أشهر سنواجه أنفسنا بها، سنعترف بعيوبنا، نفهمها ونصلحها. 3 أشهر دع لي فيها أصدقائك جانبا، دع لي وسائل التواصل المخزية التي سحبتنا إلى أعمق القاع ولسنا ندري. بالله عليك يا رجل، ماذا إن توفيت غدا؟ أين ستقابل تقصيرك؟ بماذا ستتحجج يوم لا تنفع الأعذار؟ أعطاك الله العقل، حاكم وتصرف. قد أصل إلى عمقك وأنت إنسان مثلي، أعلم أنك تبحث عن عصف لحياتك للأفضل. هذا الفيديو اعتبره شرارة لك، اعتبره تحد بيننا، اعتبره الفيديو الذي سيضعك على الطريق، وابدأ. حسنا، وبعد كل هذا الكلام ماذا علي أن أفعل؟ ما اليوم؟ حدده، ومن الغد بدأت الرحلة العاتية ل3 أشهر، ل90 يوم. حدد 5 إلى 6 ساعات دراسة بتركيز، وأضمن لك اسمك في الأوائل. ل90 يوم ابتعد عن معاصيك، واحمد الله كل يوم أنه قد سترها لك. ل90 يوم إن قرأت 5-6 صفحات من القرآن ستختم القرآن، ويا إلهي ما أجملها من ختام. ل90 يوم حدد 2 ساعات يوميا لتعلم مهارة جديدة، وأضمن لك دخلا ماديا يكفيك بعد حين. ل90 يوم نصف ساعة من الرياضة الصباحية، وسترى ذاكرتك ونشاطك بعد أسبوع فقط، أضمن لك ذلك. صحيا، علميا، ماديا وروحيا. العب على هذه المحاور ل3 أشهر، وسترى كيف تنحت شخصيتك بالقوة، وكيف تتبلور القوة أمامك. إن كنت تسأل فأنا معكم في هذه التجربة الشيقة، فلا عيب أن نكون مخطئين أبدا، بل العيب أن لا نتصالح مع أخطائنا. والآن انتهى الحوار ورفعت الجلسة، نتقابل بعد 3 أشهر. في أمان الله.